كل أربعة وأنتم بخير. خلونا نكفي حديثنا عن على هالمنظر وعلى هالشو عمي راحت الكوارع عم بترتب وشي وشبه سعاد مسلسل باب الحارة. أبو النار صار معه قصة كتير حلوة. كان قاعد بهالدكان تبعه وعين الله عليه وقاعد عم يشتغل. فجأة بيجي شاب وبيقول له أنا ابنك يحيى يا بيي. أنا ابنك يا بيي. بيقوم بيحضنه وبصير بيتعاطف معاه وإيه ابني ومدري كيف بعد كم مشهد بس أبو النار بصير بيقول له أنت شو قصتك يعني؟ لما طلقت أمي يا بيي ورجعت هي على بيروت كانت حامل فيني. بيجي الولد شو بيقول له؟ أنت لما طلقت أمي وراحت لعند أهلها طلعت حامل. يعني أبو النار ضم ولد يلي هو المفروض يكون من مرته، يلي هو ما له خبر بالأساس إن مرته حامل. لما طلقت أمي يا بيي ورجعت هي على بيروت كانت حامل فيني. يعني أبو النار كان متزوج، طلق، مرته راحت لعند بيت أهلها، بعدين حملت. الله يخزيك يا شيطان. حبكة رائعة. يعني لو قايل مثلا لما طلقتها هي وحامل، لا، أبو النار ضم ابنه وتعاطف معاه يلي هو بالأساس ما بيعرف إن مرته كانت حامل بواحد. تمام. يعني حتى عصام مثلا وقت جابوا لهذا ابنه لأبو النار فوت على البيت، تعالي سلمي على أخوك، تعالي بوسي لأخوك. روحي سلمي على أخوك روحي. التحرر يعني ما شاء الله العالم يعني مخها كبير. يعني بنفس هاي الفترة الزمنية أو حتى بنفس الحارة قبل بكم يوم في واحد صار يضرب حاله بالشارع لأنه في حرامي فات لعندنا على الشقة وكشف على مرته. يعني شاف مرته بلا حجاب هي نايمة. جميلة انكشفت على الحرامي يا لطيف. مع انه المبرر اكثر انه هذاك انه طبيعي انه حرامي يشوف مرتك بلا حجاب وانه وين الغلط، بس ما مبرر انك انت تستقبل واحد يلي هي مرتك انت ما لك خبر فيها ان هي كانت حامل فيه. في عندنا مشكله نحن ازليه بسوريا هي مع الكومبارس. اثنين قاعدين عم يحكوا، ابو النار اللي بيشتغل عنده. احكي لي شو صار بالقبضايشة السينما. بس اثناء حديثهم في واحد عم يروح ويرجع من ورا، يروح ويرجع. لك ليك الاعداد ليك هو شو عمل؟ اول مره. لك وين النحوة؟ لك القبضاي عم ينضرب قدام بنت عمه. ثاني مره. ناس كل الناس هربت لولا ستر الله. ثالث مرة. ما في غيره. هذا الزلمة ما في غيره بيشتغل كومبارس بسوريا. بيروح بلق الحيط وبيرد بيرجع، بيروح بلق الحيط وبيرد بيرجع. بتحس انهم قايلين له اخي نحن اعطيناك 200 ليرة بدك تروح وترجع تشتغل فيهم على كيفنا. انت شو بتشتغل بحياتك؟ انا بشتغل كومبارس شارع ابو النار، بتم رايح وجاي رايح وجاي. ابو حاتم يوم من هالايام بيكون راجع على هالبيت بالليل. يعني ما شاء الله جايب بوب طبي من نص ايطاليا. المهم هو راجع بياكل ضربه على رجله والزلمه بصير بيعيط وبيوقع على الارض ما عاد يقدر يوقف. بيشيل هداك وبيخبطه قصة على راسه. يعني من كثر الخبطه انت مانك عم تشوفها قويه بتقول هلا راسه راح يصير برغل. بس شوفوا ايمان الممثل السوري. اكل ضربه على رجليه، وقع على الارض، اكل ضربه ثانيه بنص راسه، وقع وصار يتوجع وصوته وصل لاخر الحاره، والمسبحه ما وقعت من ايده. المسبحه تم ماسك فيها. حتى في عالم بتقول انه كان لسه عم يسبح، يعني ما بس شايلها هيك. يعني شو هالتقى هذا؟ شو هالورع؟ يعني كانت بتمرق شغله انه لابس بوت طبي ايطالي، بس انه مسبحه يا زلمه لك وقعها من ايدك، لك شو ما كنت شايل بايدك بدك توقعه، اكلت ضربه بنص راسك. لك بنص راسك اكلت الضربه وساعتك شايل المسبحه. المهم بيفرجوك اياه انه اجى ابو عصام صار يطببه. لا معلش تعال حلق. وحاول يلق له رجله. لا تلقاه لا تلقاه. لا معلش تعال حلق. ثاني يوم الصبح بيكون ماشي وعين الله عليه ولا كأنه في أي شيء. مالك حتى خلصنا. ولابس بوت طبي وإيطالي. هيك بوت إيطالي. لك جنز أبو عصام صار ينضرب في المثل. لما صار الواحد يقول له للثاني شفت افاتار شلون عم ينعمل، يقول له هي قديش بدنا حتى نصير. نحن بمسلسل باب الحاره طلع جنز ابو عصام. الله وكيلكم جنز ابو عصام صار مشهور اكثر من علم امريكا.
في شخص بيجي على هاي الحاره وبيكون الفرنسيين لاحقينه بدهم اياه. المهم الفرنسيين بيمسكوا له هذا الزلمه وبياخذوه على الحبس وبصيروا بيعذبوه مشان يقروا وين رفقاته. فبيقرروا انهم يكهربوه. كيف بدهم يكهربوه؟ بحطوا له ملائط الكهرباء بكرشه. يعني والله ما بعرف انه المخرج ما لقيت محل بضحك اكثر من هيك تحط الملائط فيه بكرشه. اذا بتدققوا شوي قبل بلقطه بتلاقوا الشرطه كان ناوي يحط له الملائط بالكنزه، يعني شوف لوين الاحتراف. بعدين نطوا عليه المخرج قال له شلون بدك تحطها بالكنزه؟ حطوا له اياها بكرشه، لازم هذا يتكهرب بكرشه. يعني انا بظن انه الزلمه لما صار يعيط ما من الكهرباء، من الملائط يلي محطوطه على كرشه. بيكون في نقاش بين ابو حاتم وواحد ثاني بالحاره انه عم يشكوا لبعضهم ويحكوا. المهم بدهم يروحوا لعند ابو عصام يشرحوا له شو القصه. ايه اسمع، قلت له هذا الكلام انت يا ابو عصام؟ لا ما حلو، ايمت ناوي تروح؟ هلا بنروح نصلي العشاء وبنمرق لعنده وبنقول له بعد صلاه العشاء. يا سلام، ايمت هي صلاه العشاء؟ بنص الظهر. معيتك عمي معيتك. يعني الزلمه استنى ايمت اقوى شمس موجوده وراح قال له هلا بدنا نروح بعد صلاه العشاء. يعني يمكن نحن نفهمها انه اخي ايه طبيعي عادي، هو قصده المساء بعد صلاه العشاء. قوم. هلا بنص الظهر بدنا نروح نصلي العشاء ونروح نبلغه للزلمه هيك. هذا البوط الايطالي ما عجبني، عم يعمل شغلات ما أنا مزبوطه. الكاتب تبع المسلسل ما شاء الله عليه مدمن فيسبوك. كيف تعرف انه مدمن فيسبوك؟ لما ياخذ بوستات ونكت من الفيسبوك ويدحشها بالمسلسل. هذا المسلسل الاول بطل العربي. على سبيل المثال في صوره انتشرت على الفيسبوك بال 2014 ب4/3. الصوره شو بتقول؟ بزماناته بتاع زايد جدي نصبنا شادر من الشام لحمص. انا وكل اهل الحاره من الشام لحمص. بيجاوبوا ايوه من الشام لحمص. عزا جدك السادة من الشام للحمص. ايه بيجي شو بيقول له؟ بيقول له يا سيدي انا كنت ماشي مره من حمص للشام والدنيا كابسه مطار ما نزلت علي ولا نقطه. حمص الشام والدنيا مطر وزاخة جيت مشي بس ما اجى علي ولا نقطة مي. بيقول له شو هالسحبه هاي؟ شو الحكي؟ حاجه كشرك نمت. بيقول له بالاخير كنت ماشي تحت شادر تاع زايد جدك. ايه ما كنت ماشي تحت الشادر تبع عزا جدك. ابدا، بالحرف. الله يعطيكم العافيه، ما شاء الله. شو هذا؟ اوسكار. هذا يلي بيقولوا مصروف عليه الملايين المسلسل، والممثلين عم ياخذوا ملايين، والكتاب ومدري كيف، وعم يطلع على الام بي سي واضخم مسلسل. الله 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 الله، ما بتعذبوا حالكم، بكرشوا لكم كهربوا. إذا عجبكم الفيديو بتمنى انكم تعملوا لايك واشتراك بالقناة مشان يوصلكم كل شيء جديد. الحلقات القديمة لا تنسوون. مواقع التواصل الاجتماعي محطوطين تحت الفيديو بالوصف. نلتقي الأربعاء الجاي.